يلا هنشوفوا قصة سكينة بن جلون وكيفاش من وسط المشاكل قدرت تبني بداية جديدة وقوية. بهذا التشبيه القوي كتوصف كيفاش حياتها اللي تحرقات كانت هي نية السبب في قصة نجاحها. تخيلوا حياة ديال 15 عام كلشي مشى في دقة واحدة، كتشبه داكشي بزلزال دمر ليها كلشي. فعلاً خسرت كل شيء. كيموت كيعاود يحيا. هي الصوره اللي بغيت نوضع راسي فيها باش تفهموا ان تي الصعوبات اللي كنواجهها، خصوصا الصعوبات ديالي من الناحيه العمليه ديال الام، كيفاش انها تقدر تزور ابنائها وكيفاش انها تقدر تشوف اولادها. ما بغيتش انا داكشي بخصوص ابنائي انه يكون حديث الساعه او ضجه، لانني لست الاولى ولا الاخيره في المغرب اللي كتعرض لهذا النوع من التعامل باش انها يكون عندها حق في الزياره. بعدا باش نكون واضحه معكم من الديبار، انا كنقولها لكم نهار اول نهار بديت في السوشيال ميديا كنقولها ظالمه او مظلومه. حقي في اغتصاب الاموال المكتسبه خلال الزواج، حقي في الحفاظ على نفس المستوى المعيشي. للاسف هذا الحق ديالي ما وصلتلوش، وانا تخليت عليه بعد تجربه السجن المريره اللي عشت منها، لانني لا بقيت نتابع واحد الشخص على الاموال ولانني نقسم معه الثروه ديالو اللي هو كيعتبرها ديالو بوحديته، ماشي فلوسنا فلوسه بوحدو، فغيكونوا عندي انا عواقب وخيمه من جهه اخرى ومشاكل اخرى من الناحيه القانونيه، وغنتعرض لبحال اللي تعرضت ليه كما كتشوفوا ضغط قانوني، عده شكايات، عده دعاوي. فانا متفاتي هادشي. يعني في الاخير والخلاصه القول بعد ما دخلت سكينه الحبس خرجت سكينه واحده اخرى. العائلة، الدار، خدمتها كمهندسة، وحتى حريتها من بعد تجربة السجن. ولكن ديك التجربة القاسية ديال الحبس كانت نقطة تحول. تم فين قررت تتخلى على الماضي، وهنا فين جاء القرار الذكي. قررت تستعمل نفس السلاح اللي تأذت منه، السوشيال ميديا. شوفوا التحول الكبير. احتسب والحمد لله صار مارشي. بديت دابا انا في واحد المرحله ديال البوزيشنمون ديال ليماج سوسيال ديالي. البوزيشنمون في الماركتينغ هي التموضع او التموقع ديالي كمؤثره. يعني كانت عندي مهنه اللي هي مهندسه معماريه، ما بقيتش نقدر ندخل منها طرف الخبز لظروف عده، لانني البيرو اللي كنت كنخدم فيه كمهندسه معماريه تشد، ما غنقولوش شكون شدوا، البيسيات مشاو، لي بيسي فيكس، التكنيسيان اللي كنخدم معاه مشى، سكيفي لقيت راسي في واحد الوضعيه امبوسيبل انني نخرج منها. دخلت للسجن واعاده الادماج صعيب باش انني نخرج من الحبس وما نكونش مشهوره او معروفه، وراه غادي يجيبني يعني بروجيات وناس غادي يخدموا معايا، هذا من سبيل المستحيلات. اذا التجأت للسوشيال ميديا كسلاح، كخدمه، كصوت اللي توصل الصوت ديالي. واخا ان السوشيال ميديا هي بسببها باش دخلت الحبس، ولكن انني استمر. ودابا غنبدل الاستراتيجيه ديالي في الحياه، من مهندسة معمارية لحياة جديدة كمؤثرة وبناء علامة تجارية خاصة بها. والنتائج كانت خيالية. كنتكلموا على 320 مليون مشاهدة، رقم ضخم صح. بهذا الشهرة الجديدة بدأت في بناء عالمها الخاص، مش غير حياة جديدة ولكن إمبراطورية ديالها. ومن هنا جات فكرة المدرسة جلونية، فلسفة للمرأة القوية اللي كتعول على راسها وذكائها. الخطة ديالها كانت واضحة، شهرة على الإنترنت، تعاون مع ماركات باش توصل للاستقلال المادي. ودابا كتخدم مع ماركات فاخرة باش تعاود تبني ديك الحياة اللي ضاعت منها وتعيش كيف بغات. هنا في الفكرة تبدلات، الهدف ما بقاش هو الصراع، ولكن الهدف ولا هو النجاح. كما كتقول هي، أحسن وأجمل انتقام هو النجاح. وهذا الشيء اللي ولات مركزة عليه. ما بقاتش كتسنى، ولكن كتسمى ولادها يشوفوها قوية وناجحة، وهذه رسالة قوية بحد ذاتها. هي كتآمن أن الله كيعلم ما في القلوب، وأن نيتها الطيبة هي اللي وصلتها لهذا الشيء. قصتها كتخلينا نفكروا إلى أي حد ممكن قوة امرأة واحدة تكون إلهاماً للآخرين وتعيد تعريف الممكن.